انا جيت. طلبت ان احنا نجرب جاكور كل الاطعمه، فجبنا كل الاطعمه وقلنا هنجربها مع بعض. بس لقيت منهم فيلي ب5 وفيلي ب3، خلينا نجربوهم واحد واحد ونشوفوا من الاحسن والاوحش والاطعمه عامله ايه. يلا بينا نجرب واحد واحد مع بعض. بوب كورن، ده مكتوب ان هو بوب كورن بالباربيكيو، هنجربوه مع بعض ونشوف. انا ما بحبش البوب كورن عموما بالاطعمه ده كتير، لان بحس ان طعمه بيبقى مر. لكن هنشوفوا جاكور اللي نزلت عملت الضجه الجامده دي قالت ايه. دي الكميه، ده الكيس ثمنه 5 جنيه. طعمه لذيذ. من الواضح كان ان هبدا اغير وجهه نظري عن الاطعمه الكتير في الفشار، بس هو طعمه حلو جدا. طيب معانا اول طعم، كان طعمه لذيذ بصراحه. هو حادق سيكا بس طعمه حلو، يعني انا عجبني. فشار مقرمش كمان، مش من نوع الطري. الطعم التاني ده كاتبين ان هو بالذره الحلو، فهو في الغالب ده مش بوب كورن بقى، ده حاجه تانية. فهنشوفوه برضو، بس نفصل الاول ما بين الطعمين. ده بالمناسبه سعره 3 جنيه. دي الكميه اللي جواه. فكمان بقى ايه، هو اللي يعرفه فرق علوز شبه فرق علوز لو فاكرينه، بتاع زمان ده بتاع الاطفال. طعمه مسكر على حادق، يعني انا مش من هواة الاطعمه دي، بس اعتقد تحس ان هو ما فيهوش ملح كتير، وطعمه يعني شويه رايح للكريمه، مش عارف ليه انا حاسه كده. بس هو انا بالنسبه لي الطعم ده ما كانش احسن حاجه، لكن ممكن يعني تجربوه لو عجبكم اوكي. بس انا شايف ان لا، انا بالنسبه لي مش احسن حاجه الطعم ده. خلينا نشوف طعم تاني معاه، نفصل. ده باف، اللي هو مش شبه اللي فات، بوب كورن برضو. ده بقى انا مش عارف سعره كام، بس في الغالب ده سعره 5 جنيه برضو، مش مكتوب عليه. هنشوف بقى مع بعض من جوه. ده شكله من جوه، ودي الكمية. عايز اقول لكم ريحة الجبنة باينة جدا، هشة قوي جدا. طعمه لذيذ، بس انا حاسس ان ده طعمه هيلثي اكتر يعني. حتى هما كاتبين ان فيه كالوري قليلة ونسبة بروتين. انا شايف ان اطعمة جاكور دلوقتي كلها بقت كويسة، لغاية دلوقتي كل الاطعمة اللي قابلناها حلوة جدا. نفصل. فول سوداني، زبدة فول سوداني، مش عارف. انا ما اعتقدش ان ما قابلتش حاجه قبل كده بطعم زبده الفول السوداني. بيقولوا دايما بالسوداني طعم سوداني، لكن زبده الفول السوداني مش عارف هل هيبقى في اختلاف ولا طعمه سوداني عادي. هنشوف. ده سعره 5 جنيه. الكميه جوه اهي، مش عارف باينه في الكاميرا كلها ولا لا. تمام. شكله شكله سوداني. طعمه مش تقليدي، يعني مش الطعم التقليدي اللي احنا بندوم في باقي الشركات زي الفلامانكو والكلام ده. لا، طعمه مش تقليدي فعلا، تحس ان هو حاجه مختلفه عن طعم السوداني. ده هيبقى معايا الخطه اللي جايه، ده مكمل معايا حياتي كلها. طعمه حلو قوي، ده طعمه جميل يعني. انصحكم بده بقى، جاكور زبدة فول سوداني ممتاز. نفصل. دي المفروض ان هي صوابع، هما كاتبين ان هي صوابع ستيك بالفلفل الحلو. انا عاده ما بحبش الفلفل الحلو في الاطعمه ديت برضك، انا اي حاجه حلوه بتخش في الاطعمه المالحه ما بتبقاش احسن حاجه، فخلينا برضك نجربها بقى. ده سعره 3 جنيه. ده الشكل جواه، كميه حلوه، تحس ان هي بطاطس بجد. طبعا هي ويفر، يعني هي هشه خالص. طعم الصلصه ضاغي فيه، يعني تحس ان انت بتاكل كاتشب اكتر او صلصه اكتر. وانا بما ان معايا مشكله مع الكاتشب شويه، هو طعمه يعني حادق على حامي على حلو، يعني ميكس غريب. الناس المطرقعه هتحبه، جربوه لو انتم مطرقعين. نفس التاني. الطعم ده اللي انا شدني جدا، يعني انا اسمه شدني.
تشيز برجر. انا مش عارف يعني ايه تشيز برجر في نوع من انواع الشيبس، بس خلينا ايه نشوفه برضو وطعمه هيبقى عامل ازاي. هنشوفه دلوقتي اهو. هو ده ب 3 جنيه، في منه ب 5 جنيه، فانا ما لقيتوش، لقيته ابو 3 بس. هو قال لي ان كان فيه ب5. هو ريحه تشيز برجر فعلا يا جماعه، تحس ان هو عليه يعني الريحه ديت ريحه حاجه. انا دي الكميه الاول. الريحه دي مش غريبه عليا. هو 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 طعم اللي ما يتسموش كده، عارفين قصدي عليه. تشيز برجر تشيز برجر يعني. عملوه بطعم حلو قوي بصراحه، هو ظبطوه باتقان يعني. الطعم مظبوط جدا بصراحه. انا شايف ان لغايه دلوقتي جاكور ما عملتش حاجه وحشه. الطعم ده قال لي بيتطلب منه كتير جدا، وده كانت اخر حته عنده يعني. ده كان اخر واحد عنده، قال لي ده بيتطلب كتير جدا. ومع ان هو بيتطلب كتير جدا يبقى اكيد طعمه حلو. فخلينا نشوفوه. هو مكتوب عليه ان هو بالمكسيكو صلص. مكسيكو صلص، صلصه مكسيكي. ده سعره 3 جنيه. قال لي بردك في منه ب 5 جنيه، بس انا بردك ما لقيتش دي غير ده عنده اصلا. فايه ده شكله من جوه عامل زي الكرانكل. شبه البريك يعني. لو جربتوا البريك اكيد عارفينه، شبه البريك. طعمه ممتاز جدا. ده حلو قوي وسعره كويس والكميه اللي فيه كويسه. انا شايف ان ده بردك من المنتجات الكويسه بالاطعمه الحلوه. نخش على اخر طعم معانا. ده اخر طعم معانا. ده المفروض ان هو مكتوب عليه جبنه شيدر احمر. هو محدد ان هي احمر اهو. ده سعره 5 جنيه. كميه كبيره اللي فيه بصراحه. انا شايف ان هو كميته كبيره. تعالوا نشوفه مع بعض وندوق طعمه ايه. يلا بينا. ده شبه الشيتوس، اكيد كلنا عارفينه طبعا. كميه جوه منه حلوه. شايف ان ريحته حلوه قوي يا جماعه. الشركات المصريه طلعت بتعمل عظمه. انا عايز اقول لكم شركه جاكور كانت عامله ضجه جامده، وحقيقي تستحق الضجه. طعم المنتجات بتاعتها كلها حلوه، كلها جميله ومظبوطه صح. وفي منها اوبشنز كتير يعني. بصوا كده، ديت الاطعمه اللي موجوده بانواعها. احنا تقريبا جربناها، هم دول. فانا بصراحه يعني شابوه شركه جاكور ديت. انا مش عارف كانت غايبه عننا فين الفتره اللي فاتت ديت، بس تقريبا فعلا زي ما انا قلت الفيديو اللي فات او اللي قبله، ان احنا كنا محتاجين ندور على منتجات مصري اسرع من كده. شكرا شركه جاكور على اللي قدمتيه، وجربوه ومش هتندموا. اشوفكم في حلقه جديده. ما تنسوش سبسكرايب عشان تتابعوا اي فيديو جديد بينزل، واشوفكم في حلقه جديده مع منتجات جديده وحاجه جديده خالص. وزي ما وعدناكم في سلسله تجربه منتجات المطاعم السوريه ومطاعم مش معروفه، هنحاول نطلعها من النور. وسلام.